يجب على مثلا المشايخ أو أئمة المساجد أنهم يسكتون عن التفاعل مع قضايا مثل قضية العراق أو مثل الغزو الأمريكي للعراق حتى ما يهيجون الشباب؟ لا، هو لابد إما أن يطرحوها بعلم وبدراية سياسية وبقراءة لعلاقة السياسي بالعسكري حتى بالقضايا الاقتصادية يعني لازم يرحبون بالأمريكان؟ لا، ليس يرحبون بهم ترحيبا، يعني القضية لا، أن يتفاعلوا معهم تفاعل حضاري، أن يتفاعلوا معهم تفاعل حضاري. قوات التحالف لم تأتي إلى دولة ديمقراطية أو إلى دولة حتى الأمور فيها انسيابية إلى حد ما، وإنما أتت إلى دولة متهالكة من الداخل ودولة قمعية دكتاتورية، فهي لها صبغة حتى تحريرية عندما تأتي، لها صبغة حتى تحريرية عندما تأتي. المجتمعات الآن تعيش لها جيوش نظامية، هذه الجيوش النظامية هي المنوط بها فكرة الجهاد، وهي التي تقرر أو تتخذ قرار الجهاد من عدمه. يعني يجب أن نقدم الواقع على النصوص؟ لا، يعني النص إذا تعارض معه الواقع الفعلي تعارض نفس الواقع، الحقيقة الواقعية إذا تعارض معها لا بد أن تؤول النص. الآن الثقافة الحية الحقيقية يعني بمنظومة وكانت متنوعة هي الثقافة الغربية، هذا بلا شك، وهي التي حقيقة أنتجت هذه الحضارة الغربية من أيام اليونان وتجاوزا وقفزا على القرون الوسطى إلى يومنا هذا، هي الثقافة الحية القادرة حقيقة على بعث روح الحياة حتى في الثقافات المتخلفة أو الثقافات التي تكاد أن تنهار داخليا، زي ثقافتنا العربية مثلا. نعم. تعتقد أن الثقافة الإسلامية لا ليست الثقافة العربية بمحدداتها العربية. انظر الدين، احنا مشكلتنا دائما الثقافة الإسلامية هل تعتبرها ثقافة متخلفة؟ كلمة ثقافة إسلامية ما معنى ثقافة إسلامية؟ بس في ثقافة عربية، في ثقافة عربية والثقافة الإسلامية لا، الثقافة الإسلامية الإسلام دين له محددات واضحة جدا مو بثقافة وأركان، لا لكن كثقافة لا، ما في ثقافة إسلامية. ما في شيء اسمه ثقافة إسلامية.